السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا بقالي فتره كبيره ما نزلتش فيديوهات، بس اوعدكم ان انا هرجع في وقت الضروره زي دلوقتي كده، ارجع لكم فيديو مهم جدا واوفر عليكم اسئله كتيره جدا جدا جدا، لان هتكلم عن كل الاوراق وكل الخطوات اللي محتاج تعملها من اول ما جالك الميل بتاع القبول لحد يوم السفر بالظبط. مبدئيا الف الف مبروك لكل اللي جاله قبول في المنحه. ربنا يوفقكم كده يا رب ويجعلها بدايه خير عليكم ان شاء الله، وتيجوا بالف سلامه لتركيا. وبالنسبة اللي ما اتقبلش ولا يهمك، تقدر انك تقدم السنة الجاية في شهر واحد اللي جاي، ولو فيها خير ربنا هينوله لك بإذن الله. طب هتسألني لو انا عايز اقدم تاني، هل عادي اقدم بنفس الاوراق ولا لازم اجددها؟ هقول لك عادي جدا طبعا، كل حاجة اصلا محفوظة على الويب سايت بتاع المنحة دايما، ولكن طبعا الافضل انك تقوي البروفايل بتاعك بحيث يزود نسبة قبولك المرة دي. بس كده، ده بالنسبة للنقطة دي، لان كنت بشوف ناس كتير بتسأل نفس السؤال ده يعني. نيجي بقى لموضوعنا الأساسي. دلوقتي أنت جالك الميل بتاع القبول، بيكون مطلوب منك مجموعة من الأوراق تخلصها وترفعها بعد كده على الويب سايت. في ورقتين هم أصلا هيتبعتوا لك مع الميل بتاع القبول. أول واحدة وهي السكولارشيب أجريمنت، دي اللي هي العقد بتاع المنحة. الورقة التانية هو خطاب القبول بتاع المنحة، أو اللي هو الأكسبتنس ليتر يعني. هنرجع بقى للورقتين دول تاني وهنقول هنحتاج منهم إيه بس بعدين شوية. طب تعالى نبدأ بالأوراق اللي أنت محتاج ترفعها. عايزين نرصهم كده كلهم مع بعض، وهنقول كل واحدة فيهم أنت محتاج تعمل فيها إيه. أول واحدة طبعا هي شهادة الثانوية العامة أو بيان الدرجات يعني. تاني حاجة هي الترانسكريبت أو بيان درجات سنة أولى وسنة تانية ثانوي. تالت حاجة هي الباسبور مترجم للغة التركية. رابع حاجة عقد المنحة موثق من السفارة. خامس حاجة شهادة صحية أو شهادة خلو من أمراض، ودي بتطلع من أي مستشفى، بتروح تقول لهم بس إنك عايز تطلعها وبتطلعها عادي جدا يعني مفيش أي مشاكل. سادس حاجة وهو تحليل فيروسات، وده بيثبت خلوك من الايدز فيروس سي التهاب الكبد، وبرضه هوضح لكم صورته دلوقتي. ده برضه بيطلع من اغلب المستشفيات، وحاولوا تعملوه بدري قدر الامكان لانه في الطبيعي بياخد من اسبوع كده لحوالي 10 ايام يعني. فحاولوا انكم تطلعوه من اول الاوراق يعني. تعالى بقى نتكلم عن كل ورقة من دول وانت محتاج تعمل فيها ايه بالظبط. مبدئيا خلينا في الاوراق الاكاديمية اللي هي شهادة الثانوية العامة والترانسكريبت او اللي هي درجات اولى وثانيه. دول هيعدوا بثلاث مراحل. اول حاجه الختم بتاع المدرسه. طبعا انت بتاخد الاوراق دي من المدرسه نفسها، بتختمها ختم المدرسه. وتاني حاجه بتروح تختمها من المديريه التعليميه التابعه للمدرسه بتاعتك. خدت ختم المديريه، هنيجي بقى للمرحله الثالثه اللي هي ختم المحافظه. فهتروح هناك مبنى المحافظه تقول لهم انك عايز تختم اوراقك بختم المحافظه، فهياخدوه يختموه وغالبا هيسلموه لك تاني يوم على حسب ما فاكر يعني. طبعا في نقطه هنا مهمه جدا، انك لازم تختم بختم المحافظه التابعه للمدرسه بتاعتك، خاصة طلاب ستيم الكلام ده ليهم يعني. يعني دلوقتي مثلا لو انت في ستيم في محافظة معينة وانت ساكن في محافظة تانية، فما ينفعش تاخد الورق بتاعك وتختمه من المحافظة اللي انت عايش فيها، لازم تختمه من المحافظة التابعة للمدرسة. فناخد بالنا بس ايه من النقطة دي، لان المحافظة التانية دي ملهاش دعوة بالورق ده. تمام. نيجي بقى للأوراق الصحية اللي هي الشهادة الصحية وتحليل الفيروسات. دي زي ما اتفقنا هنطلعها من أي مستشفى عادي، وبعد ما تختمها من إدارة المستشفى هتسألهم المفروض إنك تختمها فين تاني قبل ما تختمها من المحافظة. يعني مثلا كان قالوا لي ان انا اختمها من مركز بنك الدم قبل ما اروح للمحافظه يعني. في مستشفيات هتقول لك ان الختم بتاعنا كافي تقدر انك تروح المحافظه على طول، فعلى حسب برضه ايه المستشفى، فاسالهم هناك قبل ما تروح للمحافظه يعني. يبقى خلاص كويس كده، وفرت خطوه على نفسك. هنروح بقى نوثق الورق ده من مكتب وزاره الخارجيه اللي بيكون اسمه مكتب تصديقات الخارجيه. وارد ان يكون في واحد في محافظتك، فلو في وثق فيه عادي. لو مفيش، في اكتر من واحد في القاهره تقدر انك توثق في اي واحد فيهم يعني، مش تفرق عامه في الحته دي يعني. كده كده كلهم اصلا نفس الختم ونفس الطبع اللي بيتحط يعني على الورقه. كده الورق ده تمام، ناقص ان هو بس يتختم من السفاره. بس هنسيب الخطوه دي لبعدين شويه. دلوقتي بقى عندنا مرحله الترجمه. مبدئيا ايه هي الاوراق اصلا اللي محتاجه انها تترجم؟ بص، لو عندك اوراق بالانجلش مش محتاجه انها تترجم لتركي، زي مثلا شهاده الثانوي وشهاده اولى وثانيه. لو كلها بالانجلش فمش محتاجه ترجمه، انما لو بالعربي فمحتاج انها تترجم بالتركي. في جامعات في تركيا بتقبلها انها تكون بالعربي وكل حاجه، بس ساعات مش بيقبلوها. فانت في غنى بقى ايه عن ان هو يقول لك روح ترجمها في تركيا وكده، والتكاليف طبعا هتكون اعلى. فانت في غنى بقى عن كل الكلام ده. لو في ورقه عندك بالعربي ترجمها من هنا احسن، فهيكون كده ايه وفرت على نفسك كتير يعني. كذلك تحليل الفيروسات بيكون كله انجلش، فمش محتاجه برضه انها تترجم. لكن مثلا الشهاده الصحيه دي بتكون كلها بالعربي، فمحتاج انك تترجمها لتركي. كذلك الباسبور محتاج برضه ان هو يترجم لتركي. بس كده خلاص خلصنا من مرحله الترجمه. دي كده خلاص بالنسبه لكل الاوراق اللي محتاجه تترجم، وهتظهر برضه قدامكم على الشاشه دلوقتي.
بعد ترجمة الأوراق وبعد الأوراق اللي وثقناها من المكتب الخارجية، إيه بقى هي الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية والأخيرة هي توثيق السفارة. إيه هي بقى الأوراق اللي محتاجة إنها تتوثق من السفارة؟ عد معايا بقى كده يا معلم. معانا كده شهادة الثانوية العامة، وشهادة أولى وتانية، والشهادة الصحية وتحليل الفيروسات، والباسبور المترجم للتركي، وعقد المنحة. طب بالنسبة بقى لعقد المنحة، فاكر الورقتين اللي قلنا عليهم في الأول اللي أصلا مبعوتينك على الميل، اللي هم عقد المنحة والقبول بتاع المنحة؟ عقد المنحة هتطبعه بس من الإيميل بتاع المنحة، وهتاخده مع بقية الأوراق وهتوثقه عادي جدا. وطبعا بعد ما تسلم كل الأوراق للسفارة بيطلع لك بعدها الفيزا بتاعة السفر لتركيا. طبعا بعد ما تاخد الورق كله بعد التوثيق بتعمله سكان وترفعه على موقع المنحة. بيكون في مكان وخانة لكل حاجة، فبترفع كل حاجة في مكانها يعني. فالموضوع مفيهوش أي لخبطة. تستنى كده كام يوم تكون المنحة بقى راجعت كل أوراقك، وبعدين بتاخد الأبروف أو اللي هو الموافقة على كل الأوراق بتاعتك. بعدين بيجيلك بعد كده تذكرة الطيران بتاعتك عشان تحجزها. بتحجز تذكرة الطيران. انت مش بتحجزها في يوم معين، هو بيديك رينج كده، يعني مثلا ممكن تحجزها من يوم 20 لحد يوم 30. هو بيديك بقى ايه، يوم في الرينج اللي انت عامله ده وبس. وبتستنى شوية وبعدين هما بيبعتولك بقى ايه، بيبعتولك التذكرة على الإيميل. تمام. في المرحلة الأخيرة بقى ايه، وهي تصريح السفر. وتصريح السفر ده غير التصريح الأمني. تصريح السفر دي ورقة بتحتاجها في المطار لأول مرة بتسافر فيها، ومن اسمها كده يعني عشان يكون مصرح ليك إنك تسافر يعني. الورقة دي بيطلعها الولد أو البنت. إنما تصريح الأمن ده حوار تاني متعلق بالجيش، فبالتالي الولد بس هو اللي بيحتاجه. خلاص عرفنا الفرق بين التصريح الأمني وتصريح السفر. نيجي بقى اللي كلنا يحتاجه، وهو تصريح السفر. طب تصريح السفر بيطلع ازاي بالظبط؟ ركز معايا بقى ايه عشان دي ليلة كبيرة شوية، وهنحتاج ان احنا نروح في اكتر من مكان. اول حاجة بتروح السفارة سواء في القاهرة او في اسكندرية على حسب السفارة التابعة لمحافظتك يعني. بتروح هناك وبتقول لهم انا عايز اطلع خطاب تعليمي. بعدين هو بيقول لك بقى مجموعة من الاوراق اللي المفروض انك هتحتاجها بقى هناك، بس طبعا انت لازم تكون محضرها معاك عشان ما تضطرش انك ترجع وتاخدهم تاني بعد كده. الاوراق دي غالبا بتكون صورة للفيزا، وصورة للباسبور، وصورة بطاقة والدك، وخطاب القبول بتاع المنحة. وده طبعا بيكون مبعوت لك على الايميل زي ما قلنا قبل كده. بعدين بعد ما تسلموا كل الاوراق دي هو بيقول لك كده يومين او ثلاثة، وبعدين تعال خد الخطاب التعليمي ده. طب بعد ما تاخد الخطاب التعليمي بتطلع بعد كده على مكتب الخارجية، بتوثق الخطاب التعليمي ده مكتب الخارجية، وبعدين بتطلع على الجوازات في العباسية. بتسلمه بقى الخطاب التعليمي ده وتقول له انا عايز اطلع تصريح سفر. بيقول لك بعد كده استنى برضه يومين ثلاثة كده، وبعدين بترجع ايه، تاخد التصريح السفر بتاعك. وبكده انت كده خلاص خلصت كده كل حاجة. اظن كده خلاص اتكلمت عن كل الاوراق اللي هتحتاجها من ساعه ما اتقبلت لحد ما تسافر ان شاء الله. يا رب ما اكونش نسيت اي حاجه، لان طبعا الموضوع عدى عليه سنه، فممكن اكون سقطت حاجه في النص، بس باذن الله يعني يكون كل حاجه مظبوطه. طبعا لو عجبكم الفيديو وفاتكم متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. وسايب لكم لينك للتشانل بتاع التليجرام بتاعتي وكده، بحيث ان كل اللي اتقبل او حتى يعني ما اتقبلش وكده ينضم ليها، بحيث ان احنا نتعرف على بعض. وبحيث لو ايه في اي فيديو جديد هننزله على التشانل دي وتشوفوه باول باول يعني. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.